الله يكرمك. وبعد ما 13 سنة عمره وخمس شرعاتي بالبيت وانا عايز طبت عيوني 32 شظية بسكري مطلعة. محمد دير بالك. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. استمع استمع. بس كلمتين بس. والشهداء حق وضح امانه. حسان نعم دول سنين. حسان في دول. نعم سنين هذول انت تليفون منك المعصوم بس موبايل. يضربون صار ويضربون موبايل من يمك العنب. ترى الحس ذبحنا. صدرنا ما يشفى اذا ما ينعاد الدول. يعني مال حقوق الانسان على هذا واحد اللي اكيد. لازم له محامي يضربونه واحد من اللجنه الطبيه كل احوال انا اشكر انا على الوالد المحامي هذا. شكرا. بس بصراحه حجيت لا لا احمد السيد احمد السيد بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله اليوم تم توزيع منحة الشهداء والجرحى على شهداء وجرحى ناحية خان بن سعد بعد التوجيهات الأخيرة للسيد رئيس الوزراء بأمره بالتسريع في منح هذه الدفعات لشهداء الناحية. وقام السيد مدير الناحية مشكورا مع الحسابات في المحافظة بالإجراءات الإدارية مع الأخوة في رئاسة الوزراء، وتم صرف المبلغ هذا اليوم. إن شاء الله نعاهد عوائل الشهداء والجرحى في خان بن سعد اننا سنكون نبذل كل الجهود من اجل احقاق الحق ومتابعه قضيه المتهمين في هذا الحادث الاجرامي. وكما اوعدنا سابقا واوعدت الحكومه المركزيه بان سيكون الحساب عسير بحق هؤلاء وفق القانون المجرمين الذي سببوا في حادث خان بن سعد، وان شاء الله سيكون اعدام هؤلاء المجرمين في مكان الحادث. خلي انت نفسك بمكان وبقى على هاي العالم كليته، اللي فقد شهيد واللي جريح واللي فقد ابنه واللي اخوه واللي اخوانه 4، وانت شوف شو تقول لهم يعني، او خلي الكلمه لهم هم شوف شو يقولون. اديب جليل تغير. شهداء عندي 3 و5 جرحى، وأنا هسه إصابتي هاي عيني اليسرى ما أشوف بيها طفت، وعندي 32 شظية بجسمي. شعره متعوضة. نعم هذه ما لها بالنسبة لي ما لها قيمة. أنا كان أشتريه بروحي، هاي 10 ملايين شنو قيمتها بالنسبة لنا؟ مرة أقول لك فياض لا والله بس فياض خلي شكوى الدواعش عنده بقى خلصوا، عنده 4 انتهوا، بقى بس واحد. والله العظيم باكر كذا اروح قاتل الدواعش باكر قل له. واحنا هاي خاصه ندفع ضريبه علينا دائما الشيعة ضريبه عليهم.